السلام. علاش لا لما نشاركش معكم هذه الوصفه اللي كتجي ساهله. انا درت ملعقه صغيره ديال الزبده مع شويه الزيت المائده. كنضيف كاس الا ربع شعريه، الشعريه كيف ما كانت، سواء اللي رقيقه او المتوسطه او الغليظه، كيف ما كتبغيوها ماشي مشكل. كنستمر في التحريك حتى يولي اللون ديالها ذهبي. هاد الغديوه كتجي صراحه ساهله، الزربه كتوجد في دقائق معدوده. كتلاقي الناس اللي خدامين ما عندهمش الوقت. كنتمنى ما تبخلوش علينا باللايكات والمتابعه باش يوصلكم كل جديد. من بعد كنضيف 2 كيسان ديال الروز اللي سبق لي غسلته باش نحيد منه النشا، وكنخليه يشرب داك الزيت. وكنضيف 2 اوراق ديال الرند اولا اوراق سيدنا موسى مع شويه ديال البزار، غير راس معلقه ديال البزار، مكتب شويه البزار ومليحه صافي. من بعد نتوما عارفين انا درت كاس ديال الروز، كنضاعف الكميه، كندير 2 كيسان ديال الروز. دابا هنا درت 2 كيسان ديال الروز، غندير 4 الكؤوس ديال الماء، عفوا ديال الماء. من بعد كنقص عليه البوطه، كيجي على هذا الشكل. حبات الروز كيجيو فروزين على بعضياتهم، ما كيجي لا معجن لا والو. بالصحه والراحه. كنتمنى ما تبخلوش علينا باللايكات ومتابعه للصفحه باش يوصلكم كل جديد، وكنرافقوا مع اللوبيا مشرمنا حتى نديروا لكم الوصفه ديالها ان شاء الله. الى اللقاء.